في سكون الليل تعود فتاة بسيطة إلى منزلها الهادئ. إنها صورة للهدوء والسكينة. رسالة غريبة مثبتة على بابها تحطم الهدوء وتلمح إلى أخطار خفية. مع تزايد الخوف تفتح الباب وتخطو إلى المجهول. في الداخل مشهد صادم: طفل صغير مقيد بسلك، صرخة صامتة ضد الليل، يتردد صد استغاثة يائسة من الورقة. إذا كنت تقرأ هذه الرسالة فأنت الوحيد الذي يمكنه إنقاذنا. لا تتحدث إلى أي شخص. في هدوء شقتها تحاول الفتاة تهدئة الطفل المرعوب بصوتها اللطيف: ما اسمك؟ لماذا أنت هنا؟ سألت بلطف وعيناها تبحثان عنه. بعد تحفيز لطيف يهمس الصبي: أنا ابن رجل الأعمال. أنا أهرب من أشخاص يريدون الاستيلاء على شركة والدي. مدفوع بوحي الطفل تبدأ في البحث عن معلومات حول رجل الأعمال وشركته، وتكشف عن صراع خفي في خضم نبض المدينة المتواصل. تندفع الفتاة والطفل عبر الشوارع المزدحمة، والظلال هي حليفتهم الوحيدة. كل زاوية منعطف تجلب موجة جديدة من القلق. اعتراف صامت بأن مطارديهم لا يرحمون في الوقت الذي يبدو فيه أن نسمة من الراحة ممكنة. رسالة تقشعر لها الأبدان تحطم أملهم: نحن نعرف مكانك، لا تحاول الاختباء. محاصرين ومكشوفين تقابل محاولاتهم اليائسة للاختفاء بإدراك صارخ بأنه لا مكان آمن.